طبعا كلنا تابعنا الساعات اللي فاتت حالة الجدل اللي كانت مكتسحة السوشيال ميديا بسبب الصورة اللي نشرها نجيب ساويرس على تويتر، واللي سببت أكيد غضب بالنسبة لكتير من الرموز الإعلامية اللي موجودة في الصورة، كمان اللي مش موجود على اعتبار يوم ليك ويوم عليك، وعلشان لما يقع حد منهم يلاقي اللي في ظهره. بس السؤال اللي حير الجماهير، ايه اللي خلى ساويرس يقلب عليهم كده فجأة؟ وليه ده كان رد فعل عمرو أديب؟ وليه أحمد موسى قال له كده؟ ويا ترى مين الإعلامي اللي الصورة مش هتكمل إلا بيه؟ تفاصيل كتير وأسرار هتعرفوها معايا لأول مرة عن أطراف كل الخناقة. أنا آية يونس، يلا نكمل باقي الفيديو عشان نعرف كل التفاصيل. الجمهور ساب كل الخناقة وكل الموضوع وبدأوا يدوروا مين الإعلامي اللي الصورة مش هتكمل إلا بيه، لما ساويرس أعاد نشر تويتة من واحد اسمه أسامة سعد شحتة، والصورة دي كان فيها عمرو أديب ومعاه 5 إعلاميين تانيين، وهم أحمد موسى ومصطفى بكري، محمد الباز، ومعتز بالله عبد الفتاح، وتامر أمين. الغريب إن الصورة دي متعدل فيها ومحطوط وش كل إعلامي على جسم حد تاني وهو ماسك طبلة، وشكلهم أشبه بالفرقة كده، وكتب ساويرس على الصورة في واحد ناقص، وزي ما يكون ده اتهام للإعلاميين دول بالتطبيل لبعض القضايا اللي بيعرضوها أو للمحتوى اللي بيقدموه. أيوة، مين الإعلامي اللي ناقص؟ اللي ناقص من الصورة ومحتارين بين اتنين، يوسف الحسيني ولا نشأة الديهي، لحد ما ظهر واحد من رموز الإعلام في مصر ورد على ساويرس وقال له طبعا انت يا نجيب اللي ناقص. هب هب هب، مش كده يا أستاذ نشأت؟ لا أكيد أنت تقصد إنه كان الأفضل يكون متطبلاتي معاكوا في الصورة، صح ولا إيه؟ طبعًا اللي قال كده هو الإعلامي نشأت الديهي، والجمهور قال اللي على راسه بطحة. لما أنت مش موجود في الصورة بترد ليه؟ واقف جنب أبناء كارك يعني ولا إيه؟ لا أصل أنتوا بتاكلوا في بعض، ولا أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين، وأنا وابن عمي على الغريب. بس هو ساويرس من إمتى بقى غريب؟ ده أنتوا دافنينه سوا وسركوا كلهم كان مع بعض لحد ما الخناقة دي حصلت، واللعب بقى عيني عينك وكله على عينك يا تاجر. تفتكروا ايه اللي يخلي الديهي يظهر ويقول كده لو مش هو الشخص المقصود؟ ولا ممكن يكون في اسباب تانية؟ الحقيقة ان الخلافات بين ساويرس وعمرو اديب مفيش اكتر منها، وكلها على السوشيال ميديا، يغنوا كده ويردوا على بعض. اخرها مثلا كان بعد وقعة كنيسة ابي سيفين في امبابة، وقتها عمرو هاجم ساويرس لانه كان بيحاول ينشر الفتنه في البلد. كتب نجيب ساعتها على تويتر الا انه مش هيكتب اي تعزيه غير لما يعرف باقي التفاصيل بتاعه الحادثه اللي كلنا عارفين مين اللي عملها، وربنا هو المنتقم وهو اللي هيجيب حق اللي راحوا. فعمرو رد في برنامجه وقال انه مقدر مشاعر كل المصريين وخاصه مشاعر اخواتنا المسيحيين، ولكن المهندس نجيب ساويرس كاتب تويته فيها جمل مش فاهمها، ولكن الواضح ان القصد مش سهل، ويظهر كده انه عارف حاجة احنا مش عارفينها. نجيب مش ناوي يجيبها البر، ده حتى بيسخر من قرارات الحكومة، ويمكن لا، ده اكيد هو السبب في الخلاف بينه وبين الاعلاميين بسبب انتقاده لقرارات الحكومة، والعكس من الاعلاميين تشجيع لاي قرارات للحكومة. علشان كده اعاد نشر الصورة دي وعلق التعليق ده. ساويرس اتريق الفترة الأخيرة على قرار الحكومة في موضوع التسعيرة الجبرية، وعلق على تصريحات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إمكانية وضع تسعيرة جبرية على السلع لمدة محددة، وقال إن التسعيرة الجبرية بتشجع على إخفاء السلع وزيادة التهريب والسوق السوداء، وإن الأسلوب ده عفى عليه الزمن، وهي أساليب ما نجحتش زمان ومش هتنجح، والتجار هتخزن السلع علشان مش هتقتنع بالسعر اللي هتفرضه الحكومة. تطبيق التسعيرة الجبرية كان على أيام عبد الناصر والاشتراكية، وتطبيقها مش هيفيد، وكان غيرك أشطر، حتى في وقت الأزمات مش مطلوب تطبيقها. والحل عندك، في بضايع مرمية في الجمارك ومش سايب الناس تدخل السلع دي. طبعا كل الإعلاميين دول مع الدولة وموافقين على كل قرار تاخده الحكومة في أي وقت، أزمات أو غيره، ويمكن ده سبب خلى ساويرس يستفز وينشر صورة زي دي. تفتكروا بقى هو ده السبب ولا في أسباب خفية شخصية بينهم تاني وهم مش عايزين يقولوها؟